السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم على نبات اللي هو البامبوزيا. طبعا احنا عندنا دي النبات بتاع البامبوزيا زي ما هو موجود عندنا كده، زي ما احنا شايفين شكل الأوراق بتاعته بالشكل ده. نبات البامبوزيا للأسف من النباتات اللي هي مش منتشرة كتيرة في مصر، أو لسه يعني مستحدثة زراعتها، يعني مش منتشرة بشكل كبير. النبات عندنا هو مستديم الخضرة. بيبدأ إن هو يظهر عندنا، يعني المفروض دلوقتي هو يكون مظهر، بس طبعا النبات عندنا زي ما احنا شايفين حالته كده، هو موجود في اكياس او في الشتلات، فلسه مش سارح في الارض. فطبعا يعني هو ممكن ما يظهرش، لان هو لسه المفروض عشان النبات يبدا يظهر لازم يكون جذره متمدد في الارض ويكون واخد راحته في الارض. النبات عندنا المفروض في الوقت ده يكون هو مظهر وبيبدا ان هو يقعد، وبنبدا ان احنا ناخد الثمار بتاعه البامبوزيا في يعني مع نهايه فصل الصيف، بنبدا ناخد اللي هي الثمار بتاعه البامبوزيا. طبعا بنهتم بالجزئيه بتاعه الري والتسميد عندنا للبامبوزيا. شكرا.